مشاهدينا الكرام، السلام عليكم. منذ انطلاقة قناة البديل حرصنا على أن نعمل في صمت وبلا ضجيج، وتعمدت شخصيا تجنب الصخب حول القناة رغم إلحاح طاقم العمل على إلقاء كلمة ترويجية عن برامجنا، وفضلت الاكتفاء بالتعريف المكتوب الذي نبثه عبر الشريط الإخباري أسفل الشاشة. لكن محتوى الحوار الذي سنبثه عليكم بعد قليل يضطرني إلى تقديم ديباجة عن هذا اللقاء الحصري المتفرد الذي نبثه عليكم اليوم بمناسبة ذكرى 17 أكتوبر 1961. ذلك أن ضيفة اللقاء سيدة من طراز فريد نادر في تاريخ الجزائر المعاصر، بل وفي تاريخ النضال الإنساني عبر العصور. إنها المناضلة الفرنسية السيدة مونيك كلير إيرفو، التي كانت أحد صناع مظاهرات 17 أكتوبر 1961 وأحد شهود المجزرة الشنيعة التي رافقت هذه المظاهرات. أصدق وصف للسيدة مونيك أنها راهبة في محراب الجزائر، حيث أنها تركت الحياة الرغيدة المترفة وأهملت حياتها الخاصة، فلم تتزوج ولم تكون أسرة، بل ظلت تعتبر الجزائر في خيالها منزلا لها، والشعب الجزائري أسرتها الكبيرة، وقضت حياتها كلها متفرغة للقراءة والكتابة، حيث أصدرت عدة كتب في تاريخ الثورة الجزائرية، وتعكف حاليا على إصدار كتاب جديد يتضمن رؤيتها للحقبة الاستعمارية في الجزائر. المؤلم أن السيدة مونيك وهي في 90 من العمر تقيم منذ سنوات داخل حديقة في شاحنة مخيمات كومبينغ كار على بعد 120 كيلومترا من باريس في مدينة سانتيلار، وقد حصلت على الجنسية الجزائرية عام 2015، وأعلنت في الشريط عن اعتناقها الدين الإسلامي منذ سنوات، مضيفة أنه لم تبق لها من أمنية في الحياة سوى أن تدفن بعد وفاتها في أي مقبرة بالجزائر. هل عرفتم الآن لماذا اضطررت إلى تقديم هذه الديباجة؟ أترككم الآن تتابعون هذا اللقاء الخاص مع المناضلة الكبيرة، والمجد لأمثال هذه السيدة والخلود لشهدائنا الأبرار. لقاء خاص تشاهدونه في الأوقات التالية.